السلام عليكم متابعين مصر زمان. كلامنا النهاردة عن صاحب شخصية فيلم بين القصرين، سي السيد الحقيقي، الرواية التي كتبها نجيب محفوظ وجسدها الفنان يحيى شاهين. سي السيد الحقيقي اسمه عبد الجواد محمد سعيد، ولد عام 1905 في درب الأتراك، الذي تغير اسمه لشارع الشيخ محمد عبده خلف الجامع الأزهر بالقاهرة، وكان يعمل بالإدارة. أما والده فقد تزوج من 9 نساء أنجبت له 3 منهن، فكان لسي السيد أخ شقيق واحد أكبر منه، بينما كان إخواته وأخواته لأبيه كثير في صعيد مصر، حيث كان والده يسافر ليجلب بضاعته. بدأ سي السيد العمل مع والده في محل العطارة منذ أن كان عمره 12 سنة، وكون سمعة طيبة حتى أصبح من أكبر تجار العطارة في الحسين، ولا يزال المحل قائما ويحمل نفس الاسم إلى الآن، البركة، ويقع في شارع جوهر القائد بحي الحسين بنفس مكانه منذ 160 سنة، ويديره الآن ابن سي السيد الحاج محمد عبد الجواد، الذي ورث العطارة عن والده ويعاون فيها أبنائه سامح وإيهاب. عاش سي السيد الأصلي في منزله الكائن بمنطقة الباب الأخضر أمام مسجد الحسين، وكان يفضل أن يرتدي الطربوش والجلباب البلدي الذي يتوسطه حزام من الحرير وقفطان، لبس يشبه لحد ما ملابس طلاب وشيوخ الأزهر. كانت تربطه صداقة بكبار الكتاب والفنانين، كانت جلساتهم المفضلة إما في قهوة الفيشاوي أو في محل العطارة الخاص به، وعلى رأس هؤلاء الكاتب الكبير نجيب محفوظ وأنيس منصور، والمخرج الكبير حسن الإمام ويوسف السباعي. وعن تفاصيل اليوم العادي في حياة أسرة سي السيد الحقيقي يقول ابنه الحاج محمد في أحد الحوارات الصحفية: كانت حياتنا منظمة ودقيقة جدا، فكانت أمي تستيقظ مبكرا لتحضر لأبي طربوش وتساعده في لبسه عند خروجه لصلاة الفجر، ثم تبدأ في إعداد طعام الإفطار، حيث كان أبي يعود ليفطر بعد الصلاة، ونكون نحن قد استيقظنا أنا وأخواتي، فنقف أمامه ويجلس إلى الطبلية، وكنت أجلس معه أنا والبنتان الصغيرتان. أما إخواتي الكبيرات فكانوا يأكلوا بعده مع أمي لانشغالهم في أعمال البيت، مش لأنه كان بيمنعهم زي ما قيل في الفيلم والرواية. وبعد الإفطار كان بيذهب ليفتح الدكان، وبعد الظهر كان يعود إلى البيت لتناول طعام الغداء، وبعد الغداء كان ينام ساعة أو ساعتين ثم يستيقظ ليعود لفتح المحل، ولم أكن أراه عند عودته ليلا. ويؤكد الحاج محمد في حديثه عاتبا على الكاتب نجيب محفوظ لما وصف به شخصية سي السيد في الفيلم، فيقول: كان والدي رجلا صالحا وراعا، دايما ما يعقد حلقات الذكر داخل محل العطارة الخاص به حتى منتصف الليل، ويحضر هذه الحلقات كبار العلماء والشيوخ مثل الشيخ محمد أبو الليل، هو من علماء الأزهر الشريف، والمقرئين الشيخ البهتيمي والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ طه الفشني والشيخ محمد الفيومي المنشد الديني والشيخ محمد عبد الحق والشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ويؤكد ابن سي السيد الحقيقي كلامه ويقول أنه لا ينكر أن والده اتسم بالحزن والشدة والقسوة في بعض الأحيان، وإنه كان من الصعب عليه وعلى إخواته البنات التحدث إليه مباشرة في أي موضوع، لذا فقط كانوا يوكلون الأمر إلى والدتهم السيدة أمينة. ويتذكر كيف كانت تهرول الأم بالمبخرة وتمطره بالدعوات أو بكلام يفتح نفسه: ربنا يفتح عليك ووقف لك ولاد الحلال. ولكنه أيضا كان يسمح لنا بقليل من الرفاهية، حيث كان يذهب بنا إلى منطقة رود الفرج لنستقل مركبا تنقلنا إلى القناطر الخيرية. كذلك كنا نذهب معه إلى السينما لنشاهد الأفلام المحترمة مثل فيلم هذا جناه أبي، والذي قام ببطولته زكي رستم، وكمان فيلم خلود بطولة فاتن حمامة وعز الدين ذو الفقار. وجدير بالذكر أن أبناء سي السيد في الرواية هم 3 ذكور: ياسين وفهمي وكمال، وابنتان عائشة وخديجة، لكن الشخصية الحقيقية كان لديه ولد واحد و6 بنات. توفى سي السيد عبد الجواد في 5 ديسمبر 1955
أي قبل عام واحد من صدور الثلاثية. وكانت وفاته صدمة كبيرة لابن محمد، فلم يحصل على التوجيهية واكتفى بالثقافة لكي يباشر تجارة والده ويزوج إخوته البنات. ويذكر الحاج محمد أن نجيب محفوظ ظل يتردد عليه، وكانت زيارته الأخيرة لمحل عطارة سي السيد منذ أكثر من 17 سنة تخللها عتاب بينهما عن الصفات التي أضافها على شخصية والده، فقد وصفه بالمجون ومجالسته للعوالم، وهي صفات لا تمت إلى سي السيد الأصلي بصلة. فما كان من محفوظ إلا إن أجابه ضاحكا: الأكلة ما تحلاش من غير بهارات. رحم الله سي السيد ورحم الله الفنان القدير يحيى شاهين.